مساء الخير. نطل عليكم عبر هذه النافذة لنتناول مرة أخرى موضوع المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة الصوتية المصورة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لكي يقف على حقيقة مظلومية المتصرفين التربويين ضحايا الإدماج المبتور بقرصنة سنوات من أقدميتهم، وضحايا الاقتطاعات من أجورهم، وضحايا الحرمان والإقصاء من حقهم في الترقية برسم سنوات 2021 2022 2023. سنركز في هذه الحلقة على النقطة الثالثة التي هناك ترابط بطبيعة الحال بين النقط، ولكن اليوم سنركز على ضحايا الترقيات الذين حرموا من حقهم في الترقية برسم هذه السنوات الثلاث، والتي تؤكدها المذكرات الوزارية المؤطرة للترقية بالاختيار، وهي هذه المذكرات التي تظهر أمام الشاشة برسم سنة 2021 ثم 2022 و2022 و2023، والتي توضح هنا المراجع التي تستند إليها هذه المذكرات، وهي المراجع القانونية والتنظيمية التي تؤطر الترقيات وتضع لذلك شروط ومعايير واضحة لكي تضمن ضمان تكافؤ الفرص والمساواة والاستحقاق الذي يجب أن تلتزم به وزارة التربية الوطنية، وليس الخضوع لضغوطات ما من أجل حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم. إذن فغالبية ضحايا أو جميع الضحايا ترشحوا 3 مرات، المرة الأولى في 2021 و2022 و2023، ولم تمنحهم مديرية الموارد البشرية حقهم في الترقية الذي كان من المفروض أن يترقوا سنة 2021، لأن كانت كتوفر فيهم العتبة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية، وكان بالإمكان أن من بقي منهم أن يستفيد من العتبة ديال 2022 في العتبة ديال 96 نقطة. ثم نفس الأمر تكرر في الترشيح الثالث سنة 2023 في الترشيح الثالث، رغم توفرهم على مجموع النقط التي تفوق العتبة ديال 96 نقطة اللي ترشحوا بها زملائهم وتم حرمانهم. والغريب أن هؤلاء الضحايا ترشحوا لثالث مرة وتم حرمانهم لثالث مرة رغم توفرهم على العتبة، وكثير من زملائهم الجدد ترشحوا لأول مرة وتم ترقيتهم بمجموع نقاط ديال 96 نقطة، وحرمان الضحايا بمجموع نقاط تفوق هذا العتبة، بل أن منهم من يتوفر على مجموع نقاط ديال 104 103 102 ديال النقط، ولم ينال حقه في الترقية، بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية وعدت في اتفاق مع النقابات 9 يناير بجبر ضرر الضحايا بتعميم نفس العتبة على جميع المتصرفين التربويين الذين يستحقون الترقية وتتوفر لهم العتبة المطلوبة. هذا الاتفاق لا نعرف هل لا زالت وزارة التربية الوطنية
تعمل على جبر ضرر الضحايا. أم ماذا؟ لأن تأخر التسوية ديال هذا الملف، ورغم أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية التي أنصفت الضحايا وقضت بترقيتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية لمن توفر على العتبة منذ 2021. وهذه المذكرات تتضمن في ملاحقها الجداول تحدد على سبيل الحصر الأطر المعنية بالترقية بالاختيار. وهنا داخل هذا الخط الأحمر يبرز بشكل يعني واضح بأن الإطار المعني بالترقية هو إطار متصرف تربوي، لا وجود هنا لأي تسمية أخرى كما ابتدعتها مديرية الموارد البشرية دون أن يكون هناك لهذا الإجراء أي سند باعتمادها لعتبتين تمييزيتين حرمت المتضررين من حقهم في الترقية. نفس الأمر تكرر في مذكرتي 2022 و 2023، وهذا الأمر لم تحترمه الموارد البشرية باعتماد لائحة وحيدة وواحدة وترتيب بحسب الاستحقاق الذي تحدده مجموع النقاط المحصل عليها. والأغرب من كل هذا أن وزارة التربية الوطنية في الوقت اللي انتظروا أن وزارة التربية تنشر اللوائح ديال الترقية مفصلة بمعايير الترقية لكي يقف كل مترشح على مدى استحقاقه من حقه في الترقية، يعني كي يستغربوا وكي يتفاجئوا بأن وزارة التربية الوطنية نشرت لوائح مبتورة يعني فيها واحد التعتيم لا تتضمن مجموع النقاط ولا تاريخ الأقدمية في الإدارة ولا تاريخ الأقدمية في الدرجة، وهو الاستثناء الوحيد من بين جميع الفئات والأطر الأخرى التي نشرتها وزارة التربية الوطنية مفصلة كما سترون بعض النماذج لكي نقرب لكم وللسيد وزير التربية الوطنية ما لحق الضحايا من حرمان وإقصاء من حقهم في التربية فمن الترقية عفوا. كما تلاحظون هنا فهذه اللائحة لا تتضمن لا مجموع النقاط ولا المعايير التي على أساسها ترقى من ترقى. فإذا أخذنا على سبيل المثال هذه اللائحة ديال المفتشين المصالح المادية والمالية، يعني أصدرتها وزارة التربية الوطنية مفصلة فيها يعني هنا كما تلاحظون مجموع النقط وهناك ترتيب بحسب الاستحقاق يعني الأحق فالأحق، ثم هناك الأقدمية في الإدارة يعني الأقدمية العامة، ثم هنا الأقدمية في الدرجة. نأخذ على سبيل المثال لائحة لفئة أخرى، هنا فئة الأساتذة التي صدرت كذلك مفصلة تتضمن كل هذه المعايير التي ذكرت، مجموع النقاط والأقدمية في الإدارة والأقدمية في الدرجة. هنا على سبيل المثال أيضا المتصرفين الأطر المشتركة، هنا ما كنهضروش على المتصرفين التربويين ولكن هنا المتصرفين الأطر المشتركة اللي كينتميوا لوزارة التربية الوطنية. كذلك نشرت وزارة التربية الوطنية اللائحة ديالهم مفصلة بمجموع النقاط وبتاريخ الأقدمية في الإدارة، تاريخ الأقدمية في الدرجة. وهنا القرار قرار يرقى، ويعني هنا كل يعني مترشح له حق في أن يعرف يعني سبب عدم ترقيته إلا فئة المتصرفين التربويين، يعني أصدرتها وزارة التربية الوطنية بدون مجموع النقط، بدون الأقدمية في الإدارة، بدون الأقدمية في الدرجة، فقط هناك اسم المترشح وأمامه يرقى كيف تم ترقيته
ولماذا لم يترقى غيره؟ هذا هو ما جعل هذه اللوائح فاقدة لمبدأ الشفافية، باعتبار مبدأ الشفافية من المبادئ الدستورية ومن أسس الحكامة الجيدة. غابت هنا عن هذه اللوائح الشفافية، وهذا ما يطرح تساؤل: لماذا تم استثناء هذه اللائحة، لائحة المتصرفين التربويين، من أن تكون فيها جميع المعايير ومجموع النقاط؟ وهل مديرية الموارد البشرية تخفي ما تخفيه؟ لأن هناك ضحايا، هناك متضررين، هناك مقصيين من حقهم في الترقية، هناك من له عتبة 104 من نقط لم يحظى بترقيته وينال حقه في الترقية، في حين زملائهم اللي ولجوا المهنة من بعدهم ترشحوا لأول مرة وبمجموع نقاط 96 تم ترقيتهم. نحن نطالب من خلال هذا الشريط الصوتي المسموع وزارة التربية الوطنية أن تعمم نفس العتبة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية على إطار متصرف تربوي سنة 2021 بنفس العتبة، يعني عتبة 95 سنة 2021، ويتم تعميمها على كل من توفرت لديه هذه العتبة. وهذا ما يعني اتفقت عليه النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية في 9 يناير جبرا لضرر الضحايا، مع منحهم سنوات جزافية، يعني جبرا لضررهم، للإدماج المبتور لقرص سنوات من أقدميتهم، ولم تمنح لهم كذلك سنتين اعتباريتين بحكم أن غالبتهم كانوا مرتبين في الدرجة الأولى، بل منهم من كان مرتبا منذ سنة 2000 بمعنى 23 سنة وهو في السلم 11 ولا زال لم يرق إلى يومنا هذا، أو تأخرت ترقيته بسنة أو بسنتين. هذا الوضع يعني يجرنا كذلك إلى الاقتطاعات التي طالت الأجور، بالرغم من أن هناك مرسوم صادر سنة 1993 يعني يحدد هناك تعويض تكميلي ليعوض هذه الأجرة اللي نقصت بسبب تغيير الإطار بعد يعني تغيير الإطار سنة 2016، وتعرضت الأجور إلى اقتطاعات وصلت حتى 3000 درهم على مدى شهور، وتزامنت مع عيد الأضحى ومع العطلة الصيفية. إذن هذه الرسالة نتمنى أن تصل إلى السيد وزير التربية لإنصاف هؤلاء أطر الإدارة التربوية المتصرفون التربويون الذين ساهموا في يعني تحديث الإدارة التربوية ورقمنتها بوسائل يعني كانت شبه قليلة غير متوفرة. بفضلهم تم مسك المعلومات الرقمية بمسار وبأسيز ومسير وكل البوابات الإلكترونية التابعة لمنظومة التربية والتكوين، وكانت لهم مساهمات قبل ذلك في الارتقاء بالمدرسة المغربية، وكذلك ساهموا بشكل كبير في إنجاح كل الإصلاحات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية على مر السنين. فكيف أن يتم حرمان هؤلاء وهم يقاربون نهاية مشوارهم المهني؟ فكيف أن يظلوا عالقين بدون أي استفادة من حقوقهم؟ لأن هذه المطالب ليست مطالب جديدة، وإنما هي حقوقهم التي سلبت منهم، وهذا ملف ليس بملف مطلبي وإنما ملف تدبيري على وزارة التربية الوطنية أن تعيد المناصب المالية لأصحابها باعتماد نفس العتبة التي اعتمدتها في ترقية إطار متصرف تربوي
هناك متصرف تربوي واحد حسب جميع النصوص التنظيمية المؤطرة لذلك. وشكرا لكل ضمير حي وضمير الحق الذي يدفع في اتجاه إنصاف هؤلاء الضحايا المتضررين المقصيين الذين قرصنت سنوات من أقدميتهم. إنهم بناة المدرسة المغربية، بناة الإدارة التربوية، فنتمنى أن يتم إنصافهم إنصافا كاملا غير منقوص بأثر مالي وإداري بحسب الاستحقاق. وشكرا لكم جميعا متتبعي هذه الحلقة.